وهي المكونات التي سواء يرتبط الأمر بالمكونة التنموية لأول مرة ترصد هذه المبالغ الخاصة بمدينة قديمة، ولأول مرة يتم فك العزلة بشكل نهائي عن إحدى مدننا القديمة، فضلا عن تخصيص القطاعات الوزارية لأربع ملايير أوقية قديمة وهي 19 قطاع وزاري. كان ثمة اهتمام كبير بالمكونة العلمية انعكس إيجابا على الساكنة المحلية بالنسبة لشنقيط. إلى ذلك تم ترفيع المكونة العلمية في هذا المهرجان بشكل غير مسبوق. لأول مرة يتم إصدار 11 مؤلفا قبل انطلاق المكونة في حد ذاتها، يتم توزيعها من طرف القامات الوطنية والإعلامية زيادة على استدعاء عشرات الباحثين الوطنيين والدوليين لإنعاش 40 محاضرة طيلة أيام المهرجان. ينضاف إلى ذلك المكون الفني، لذلك كان مهرجان مدائن التراث في نسخته هذه مهرجانا وورشة تنموية، ولكن كذلك قمة ثقافية وإعلامية. عندما أتحدث عن قمة ثقافية وإعلامية هي عملية استقدام هذا العدد الهائل من كل القامات العالمية والدولية والقارية المتخصصة في الشأن الثقافي لنجتمع معا على بقيع شنقيط وعلى شنقيط الطاهرة. هذا يحمل أكثر من دلالة على تزكية العمل الحكومي ومحورية الاهتمام بالفعل الثقافي في موريتانيا، ولكن كذلك يفتح آفاقا كثيرة للشراكة بيننا وهذه المؤسسات المتخصصة، المدير العام لليونسكو والمدير العام للإيسيسكو والمدير العام للأليكسو ومدير معهد العالم العربي بباريس. هذه شخصيات في عالم الثقافة والتراث هي الأولى، وعملية انتقالها إلى موريتانيا ومشاركتها وفاعليتها داخل المهرجان تحول المهرجان في بعده التنموي، تضيف عليه علاوة أخرى وهي تحويلها إلى قمة ثقافية في مجال التراث تفتح آفاقا واسعة للتعاون بين بلدنا وهذه الجهات المتخصصة، مع كل ما تحمله تلك أيضا من دلالات البعد السياسي والاستراتيجي في إظهار حكامة ديمقراطية، وطن آمن مستقر حتى في حدوده العليا ووسط محيط قريب ملتهب. لذلك كان المهرجان تحولا نوعيا أقام على المكاسب التي تحققت في النسخ الماضية، ولكن حقق إضافات نوعية بفضل إرادة صاحب الفخامة في المزيد من تعزيز المكونة التنموية بهذه البلدان. وقبل انتهاء المهرجان كان قد قدم مكرمة أيضا لكل العارضين داخل الجناح لتوزيعها تشجيعا لهم على بيع منتوجاتهم، لأنه زيادة على ما حدث من دعم للمكونة التنموية كان ثمة تكريم للحرفيين وتكريم للمكونة العلمية وتكريم لمختلف المتسابقين وتوسيع لجوائز القرآن والسيرة والنحو واللغة واهتمام بتكريم الحرفيين. ينضاف إلى ذلك أنه هذا حجم الحضور الدولي وحجم الحضور في المجال العلمي، عشرات الباحثين من الجزائر ومن المغرب ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وإصدارات متعددة ويومية تتابع يوميات هذه الأحداث، في زيادة على مشاركة مئات الشخصيات فنانين وأدباء وشعراء وعلماء في أجواء من الأريحية ومن التآخي الكبير الذي حصل خلال طيلة أيام هذا المهرجان، مع التأكيد على أن المكونة والبعد التنموية كان حاضرا بصفة كبيرة من خلال رصد الأربع مليارات وتنفيذها بما ينفع الناس ويمكث في الأرض تثبيتا للرمال وتثبيت مواجهة للرمال وتثبيتا للسكان ودعما للتشغيل ودعم البنى المؤسسية والصحية والتعليمية في منطقة الشقيق. وهي فرصة للتوجه بالشكر لصاحب الفخامة وللحكومة على هذا الجهد الكبير إعدادا وتصورا وتنفيذا، ولكن كذلك لساكنة ولاية أدرار ولساكن الشنقيط على المساهمة الكافية والواعية والهامة في إنجاح هذا المهرجان، الذي إنجاحه في الحقيقة ليس إلا نجاحا لنا جميعا كموريتانيين ونجاحا للرؤية التي تقوم عليه الحكومة من خلال تفعيل فعل الثقافي الوطني ترقيته وصون تراثنا. أجدد لكم الشكر وسأعود للإجابة على باقي الأسئلة بعد إتاحة الفرصة لمعالي وزير المالية.